مساء الخير يا حبايبي، وحشتوني جدا من اخر فيديو. وصفتنا النهارده في التفريزات هو البانيه اللي كله بيعشقه ومفيش عنه اي غنى ابدا. كان معايا هنا حوالي 3 كيلو من البانيه، نزلت عليهم ب3 حبات كبار من البصل المفروم مع عصير 3 ليمونات ومعلقتين كبار من الخل. تمام كده. طبعا بنزل لكل كيلو من البانيه بمعلقه صغيره من الملح، وهنزل بمعلقتين صغيرين من الفلفل الاسود و3 معالق صغيرين من البابريكا بيديلي طعم مدخن كويس جدا وكمان لون حلو قوي. طبعا اللي وصل لهنا اللايك والتعليق الكويس، مستنيه رايكم. علشان اعزز الطعم هنزل بحوالي نص معلقه من الثوم البودر ونص معلقه من البصل البودر. بالفعل انا عندي بصل ولكن ده هيعزز لي الطعم اكتر. خلينا متفقين ان علشان طعم البانيه او اي لحوم عامه يكون نسيجها طري وناعم وطعمه كويس، هننزل بزبادي او بحليب الموجود عندك، ما تقيديش نفسك ابدا. انا هنا نزلت بكوبايتين من الزبادي، ولو عندك حليب هتنزلي بكوبايه. وطبعا لبست الجلافز وخلطت كل الخليط وكل المكونات الحلوه دي مع بعضها. اي طيور عامه بتحب جدا البصل المفروم. اظن كده التتبيله مفيش بعد كده. هنبيتها ليله كامله او قبلها ب6 ساعات، وهغلفها بالبلاستيك ستريتش ودخلتها على التلاجة عندي. بصراحة كنت عاملاها من قبلها بيوم بالليل. هجهز بقى البريدنج او الخليط اللي انا هنزل فيه البانيه. طبعا انت لو حابه تتبلي بقسماط فقط لا غير مفيش اي مشاكل، لكن الخطوه المهمه هي انك هتمسكي كل قطعه بانيه كده زي ما انت شايفه، وهتمسحيها كويس جدا من البصل بين صباعك الاتنين. هتمرري قطعه البانيه، كل البصل المبشور عندي هيطلع وهيكون كويس جدا. نزلت عندي هنا بكيس من البقسماط. كيلو البانيه بياخد كيسين من الفيجيتار فقط لا غير، فانا هنا منزله 6 اكياس لان انا عامله 3 كيلو زي ما قلت لك. طيب لو مش حابه تضيفي الاكياس دي، هتنزلي بالبقسماط بس وهتبهريه ملح فلفل وشويه بابريكا وحوالي معلقه صغيره من الملح، وبس بقى عندك احلى بقسماط تنزلي فيه البانيه. انا هنا هختصر لك خطوات كتيره جدا من الخطوات المعقده في البانيه. انا هخليكي تعملي كله في خطوه واحده. هنعمل ايه؟ نزلت بحوالي 4 بيضات على كوبايه من الحليب، شويه ملح شويه فلفل اسود، وهخفقهم مع بعض كويس جدا جدا. ولا بقى ننزل في دقيق وبعدها بيض بحليب وبعدها بقسماط، انسي الخطوات دي خالص. هنا البانيه كنا نفضناه كويس جدا ونضفناه من البصل. هنزل عليه بخليط البيض مع الحليب والفلفل الاسود والملح، وهتخلطي لي كل المكونات دي مع بعضها بحيث ان الخليط ده يكون مغلف لي كل قطعه بانيه. عايزه كل قطعه بانيه يكون وصل لها البيض والحليب كويس قوي. قلبيه حلو جدا بايدك كده، يمين وشمال يمين وشمال، ما يهمكيش، اوعى تستخسري اي حاجه. بس في المرحله دي اظن كل قطعه اتغلفت بالبيض والحليب. جهزي الاطباق بتاعتك بقى يا ست الكل مع اكياس تلاجة كده تكوني فاتحاها، وخلي ايدك ناشفه. مهم جدا تنقلي لي كده قطعه بالشوكه وبالايد الناشفه، تبداي ان انت تضغطي على قطعه البانيه بالبقسماط والفيجيتار اللي احنا خلطينهم مع بعض واحده ورا التانيه. صدقيني اللي يعمل كيلو يعمل 3 ويعمل 10، هي واقفه مره واحده وهي اطباق ومواعين مره واحده. بس ابداي اعملي الاطباق حسب عدد القطع اللي انت عايزاه، كل واحد حسب عدد الافراد اللي موجودين. وطبعا الحاجات دي هتساعدك جدا وهتسهل عليكي في رمضان. وفي النهاية هنجرب قطعة علشان اقولك قد ايه الكفر بتاعه كان جميل وكان متماسك. اظن غلبة قوي ان انا امسك كل قطعة انزلها في دقيق وبعدين بيض بحليب وبعدين بقسماط. كلنا كنا بنعمل كده زمان، لكن انا بصراحة من ساعة ما بقيت اعمل الطريقة دي الموضوع بقى سهل جدا ومش مرهق خالص. هو يوم واحد يكون عندك اكل مثلا من امبارح، او هتجيبي اكل من بره او اي حاجة خفيفة، ووقفي مرة واحدة وشوفي الموضوع ده هينجز معاكي ازاي في رمضان او حتى في الايام العادية. وفي ثواني عملنا 3 كيلو. طبعا انا قلتلك مقادير 3 كيلو، لو هتعملي كيلو تقدري ان انتي تخفضي المكونات شوية. وغلفتهم في الاطباق كده اللهم بارك زي ما احنا شايفين، وهدخلهم على الفريزر لرمضان وبألف هنا وشفا. ويلا بينا نجرب كده قطعتين علشان اعرفكم قد ايه متماسك. والله لا كنت دخلته تلاجة ولا فريزر، ما شاء الله مفيش اروع من كده. يمين بقى وشمال، سندوتشات مع مكرونه شويه رز بسمتي، تحشي بيه كريب. الموضوع بيبقى حلو جدا في اي وقت تفتحي الفريزر وتطلعي. شايفين لونه ولا ريحته يا جماعه؟ ما اقولكوش البصل المفروم ده على اي طيور عامه لما بتتبل بيه بيكون الموضوع فين. سيبك بقى من المصنعات والمجمدات، اتعبي شويه واعملي لاولادك حاجه حلوه.
ودي كانت وصفة النهاردة في التفريزات. بحبكم جدا يا حبايبي، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات كتير جدا قريب، والسلام عليكم.